تخيل مدينة وسط صحراء العراق الحارقة، يرتفع فيها جبل من الزهور والأشجار يلامس السحاب. حدائق بابل المعلقة العجيبة التي حيرت العلماء. هل كانت جنة حقيقية على الأرض أم مجرد وهم سكن عقول الشعراء؟ تقول الأساطير إن الملك القوي نبوخذ نصر الثاني لم يبني هذه الحدائق للمجد العسكري، بل بناها من أجل الحب. زوجته أميتس كانت تشعر بالاكتئاب وسط رمال بابل، فاشتاقت لجبال موطنها الخضراء. ومن هنا قرر الملك أن يتحدى الطبيعة ويصنع لها جبلاً من صنع البشر. كيف رويت هذه الغابات المعلقة؟ يقول المؤرخون إن المهندسين البابليين اخترعوا نظاماً مذهلاً من المضخات والتروس الخشبية لرفع مياه نهر الفرات إلى ارتفاعات شاهقة. كانت المياه تتدفق كالشلالات من شرفة إلى أخرى لتبقي الأشجار خضراء وسط جحيم الصيف. لكن هنا تكمن الصدمة. رغم وصف اليونانيين الدقيق لها، إلا أن علماء الآثار لم يجدوا حجراً واحداً في بابل يثبت وجودها. السجلات البابلية التي وثقت كل شيء صمتت تماماً عن ذكر هذه الحدائق. فهل بحثنا في المكان الخطأ؟ يقول البعض إنها كانت في نينوى وليست بابل، ويقول آخرون إنها تبخرت مع الزمن. وأنت، هل تعتقد أن هذه الجنة كانت موجودة حقاً؟